قضية الشاب الجزائري رؤوف بالقاسمي تعرف اليوم تطورات خطيرة ومفاجئة بعد أن قررت سلطات نظام المخزن إيداعه الحبس المؤقت على خلفية تهم حسبهم تتعلق بأفعال مخلة بالحياء العام إضافة إلى السب والقذف. القضية عرفت تقلبات سريعة حيث تم الإفراج عنه في البداية بعد تدخل وزير الرياضة ورئيس الفاف وليد صادي، غير أن هذا الإفراج لم يدم سوى ساعات قليلة ليعاد تقديمه أمام وكيل الملك ويتخذ القرار بسجنه في انتظار المحاكمة. رؤوف كان قد نشر فيديو سابقا نكت فيه أن ما قام به مجرد مزاح دون أي نية للإساءة أو مخالفة القوانين، فيما صرح والده أن ابنه لم يقم بأي فعل مخل بالحياة، معتبرا أن القضية ضخمت بشكل غير مبرر. وإلى حد الساعة لا يزال الغموض يلف مصير رؤوف بالقاسمي والشكوك تساور الرأي العام. ما هي الخلفية الحقيقية لهذا الاعتقال؟ وهل هي محاولة أخرى من نظام المخزن لاستفزاز الجزائر؟